السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهاردة بفيديو جديد. هعمل معاكم كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة ولا عمرها هتفك منك ابدا، زي ما انتوا شايفينها بالشكل والجمال ده، وتحفة وريحتها وطعمها تحفة، مش هتفك منك ابدا. تعالوا بقى نشوف الطريقة هنعملها ازاي. كده بقى انا معايا نص كيلو من اللحمة المفروم، ضرب واخداها وشين اتنين في الكبة. لازم أن تكون اللحمة بتاعتنا فيها نسبة دهون، ما تكونش حمرا قوي. معايا هنا بقى بصلايه بشراها في الكبه. ما عندكش بقى كبه على المبشره العاديه عادي خالص تبشريها، وهنصفيها من الميه كويس. انا هاخد بس التفل بتاع البصل، همسكها بقى بايدي كده في المصفى واضغط عليها لغايه ما اصفي ميتها زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. لازم ان البصله بتاعتنا نصفيها من الميه عشان ما تخليش الكفته بتاعتنا تفك. هنزل بالبصله على اللحمه. معايا بقى كده ايه عودين من البقدونس، هاخد الورق بتاعهم بس، انا مش عايزه العيدان، انا هاخد الورق زي ما انتوا شايفين كده. دي اختياريه، عايزه بقدونس تحطي، مش عايزه، بس البقدونس بيديها طعم وريحه جميله جدا. معايا هنا معلقتين من الدقيق، الدقيق اللي هيخلي الكفته بتاعتنا تتماسك معانا ومش هتفك. معايا هنا بقى بهارات مشكله، معايا بابريكا، معايا ملح، معايا جوز الطيب لو عاوزه تحطي بردك اختياري، معايا قرفه، معايا كمون، فلفل اسود، توم باودر. احنا حاطين بصل، هنحط بقى التوم الباودر. عندك توم فريش حط توم فريش بردك مفيش مشكله. تمام، انا كده حطيت التوابل بتاعتي على اللحمه. معايا بقى هنا دي السر بقى بتاع الكفته، لا تنفش معانا الكفته. نص معلقه من البيكنج باودر، نص معلقه من البيكنج باودر هنزل عليها على اللحمه بتاعتي، وهفضل اقلب زي ما انتم شايفين كده بايدك. مش هينفع بمعلقه خالص، قلبي بايدك، انا عايزاها كلها تختلط ببعضها وتتجانس كده مع بعض. هفضل اقلب فيها لغايه ما اعجنها كويس شكل العجينه بالظبط. النص معلقه البيكنج باودر دي بتخلي الكفته معانا تنفش وتبقى تبقى طريه وتبقى جميله. عشان زي ما انتم شايفين كده انا عجنتها لغايه ما خليتها تتجانس مع بعضها، مش خليت اي حاجه باينه فيها خالص زي ما انتم شايفينها كده. وهي كده خلصت معايا، عجنتها وخلصت معايا. شايفين شكلها؟ شايفين شكلها تتجانس مع بعض ازاي؟ هسيبها كده بقى وادخلها التلاجة وارجع لكم تاني. كده بقى انا معايا كده بصل شرايح وطماطم وفلفل، ده هحطه في قعر الصينيه، هحط عليه ملح وفلفل ومعلقه من الزيت كده وهقلبهم مع بعض. دي بقى تاكليها قبل الكفته، بصراحه طعمها تحفه. يعني البصل والطماطم والفلفل ده تاكليه قبل الكفته. فردت بقى البصل في قلب قعر الصينيه. الكفته بتاعتي اهي اتسمغت بقى وبقت جميله، انتوا شايفينها بالشكل ده وريحتها خطيره. هشن ايدي زيت بقى واجيب معلقه. عندك بقى السيخ اللي هو بتاع الكفته دوت، صباع عليه برضه مفيش مشكله. انا جبت المعلقه واصبع معاكم الكفته بالشكل ده، واحط في قلب الصينيه فوق الخضار بتاعي. هحط الكفته بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، اصبع على المعلقه بالشكل ده. مش هتفك منك وهتتماسك معاكي وما فيهاش اي حاجه. الطريقه دي جميله جدا. هصبع بقى واحط في الصينيه بتاعتي. هخلصهم بقى وارجع لكم تاني. كده بعد ما كميه الكفته بتاعتي خلصت، اتعملت معايا كميه حلوه برضك مش وحشه. هجيب بقى ورقه فويل واغطي الصينيه بتاعتي، وكده بقى ايه هدخلها الفرن. وكده شكلها بعد ما تخرج من الفرن هي كشت معايا، هي اكيد لازم الكفته او اللحمه هتكش. جبت بقى ورقه كده فويل حطيتها، وجبت فحمايه وهنزل على نقطه من الزيت واغطيها بقى واسيبها بقى تاخد الفحم كده، يبقى طعمها وريحتها تحفه. وكده بعد ما الكفته بتاعتي خلصت، شايفين وانا بقطعها متماسكه ازاي
ولا فكه ولا اي حاجه. دي كفتة الحاتي بقى الاصل، تحفه وطعمها وريحتها جميله، ولا فكه. بص وانا بقطعها جامده في ايدي، ولا فكت ولا اي حاجه، وطعمها خطير وجميل جدا. جربوها بالطريقه دي، تحفه بجد. ما تنسونيش بقى بلايك وكومنت حلو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.